أخبار الساعة. يتساءل الكثيرون عن الشخص الذي التقط صورة اعتقال سعد المجرد. هل هو وكيل أعماله أم من الممكن أن يكون أحد العاملين لصالح اللوبي الذي فبرك القصة من أجل توريط الفنان المغربي سعد المجرد؟ فمن الممكن أن يكون سعد وقع ضحية صراعات بين مافيا تنظيم الحفلات الفنية. لا تزال التحقيقات جارية مع الفنان المغربي سعد المجرد للوصول إلى الحقيقة وملابسات هذه القصة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الفنان بالاغتصاب، فقد حدث مماثل بالولايات المتحدة الأمريكية. مدير أعمال فنان المغربي سعد المجرد رضا البرادي عن صمته الطويل، مبررا ذلك بكونه طرفا في القضية اتهام سعد المجرد بعملية الاغتصاب. وقال عبر تدوينه في الفيسبوك: أنا طرف في قضية من خلال علاقتي بسعد، ولا يحق لي الإدلاء بأي تصريح وكثرة الترتر في الموضوع بحكم أن الشرطة أخذت أقوالي. كما أن وكيل أعماله دافع عن نفسه بتهمة فبركة قصة اعتقال سعد المجرد، قائلا إنه ليس من التقط صورة اعتقال المجرد التي لاقت إقبالا وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. لا تنسوا الاشتراك.